بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن المورف تارجتس جوه الزي برش. المورف تارجتس باختصار هو اوبشن عن طريقه بنقدر ان احنا نعمل سيف للبوزيشن او مكان البوينتس لاوبجكت معين في الميموري بتاع الكمبيوتر، نقدر ان احنا نعدل عليها طول ما احنا ماشيين جوه البرنامج. تمام. طيب عندنا مثال قدامنا دلوقتي اللي هو الكيوب الكيوب ده ممكن نعمل عليه شويه تعديلات، وعن طريق المورف تارجت نقدر ان احنا نستور التعديلات ديت ونجو باك اند فورث او نروح ذهابا وايابا ما بين الشكل الاصلي للكيوب والشكل الجديد بتاعنا. فرضا عندنا مثلا هنا على اليمين نطفي السب تول منيو وهنروح على حاجه اسمها المورف تارجت اللي هي موجوده عندنا هنا اهي. هدوس على كليك هلاقي في عندنا حاجه اسمها ستور مورف. طبعا كل حاجه دلوقتي باي ديفولت جريد اوت او مطفيه بالشكل ده، فعشان ابدا استخدمها محتاج ان انا اول حاجه اعمل ستور للمورف تارجت بتاعي، فهدوس ستور مورف تارجت كليك. فاللي انا عملته دلوقتي اخد البوزيشن او المكان بتاع كل بوينت من الكيوب الموجود عندي ده وعمل له ستور او سيف في الميموري او الرام بتاعه الكمبيوتر. تمام. ديت الحاله الاصليه بتاعه الكيوب، هو خدها وحفظها عنده في الميموري بتاعه الكمبيوتر. بعد كده اقدر اعمل تعديلات على الشيب الموجود قدامنا ده اروح ذهابا وايابا ما بين النسخه الاصليه والنسخه المعدله وابدا ان انا اعدل على المش بتاعي. هنشوف دلوقتي كل الكلام ده. فدلوقتي مثلا الكيوب عندنا بالمنظر ده وممكن نعمل عليه تعديل، زي مثلا ان احنا نروح على التابه بتاعه الديفورميشن، هدوس عليها هنا كليك، بعدين هنزل تحت كده. لو جبنا عندنا الكيوب قدامنا هنا كده عشان نشوف احنا بنعمل ايه، ولو رحنا على الاوبشن بتاع سفيرايز ديت اللي هو يخلي الكيوب لكوره ويخلينا القيمه دي 100% كده، دوست انتر هيحول الكيوب بتاعي بالمنظر ده. ممكن نخليها 100 كمان، ممكن نخليها 200 مثلا بالشكل ده. كل ما ازود كل ما هيخلي الكيوب بتاعي عباره عن شكل الكوره بالمنظر الموجود قدامنا ده كده. تمام. واقدر ان انا اعمل سموث فيبدا ان هو يعمل سموث لشكل الكوره بتاعي. اوكي، فكده احنا حولنا الكيوب لكوره. بعد كده لو رحنا على المورف تارجت تاني، دوست كليك وعملت سويتش للجيومتري اللي موجود عندنا ده، دوست كليك كده هيبدا ان هو يحول الموديل بتاعي ويرجع له الصوره الاصليه اللي هو عمل لها حفظ في الاول. ولو دوست تاني كليك هيبدا ان هو يرجعها للصوره بعد التعديل. فانا دلوقتي عندي تو سيتويشنز او تو ستيتس او حالتين للموديل، قبل التعديل وبعد التعديل. فديت الحاله اللي بعد التعديل وديت الحاله اللي قبل التعديل. طبعا اقدر ان انا اقول له ديليت مورف تارجتس. يعني مثلا لو احنا عملنا سويتش كده اقدر ان انا اقول له ديليت مورف تارجتس، وكده انا سيفت القيمه او سيفت الشكل الجديد ده. هو ده الشكل الجديد للموديل، وشلت اي حاجه لها علاقه بالموديل ده من الرامات عندي، فخلاص بقى هو ثبته، هو ده الشكل بتاعه. او نقدر ان احنا نعمل سويتش تاني للموديل الاصلي واقدر ان انا اقول له برده ديليت، فيبدا ان هو يعمل ديليت للصوره اللي هي بعد التعديل يعني. فكل الحاجات دي اقدر ان انا اتحكم فيها يعني. تمام. بعد كده في عندنا حاجه اسمها كريت ديفرنس مش. الكريت ديفرنس مش دي لو جينا على الموديل بتاعنا اللي هو الكيوب ده، طبعا هو دلوقتي فيه تو ستيتس من المورف تارجت، الحاله ديت والحاله دي. فانا هرجع للحاله الاصليه واقول له ديليت مورف تارجت ونعمل مورف تارجت على نضيف من اول وجديد. وهبدا اجي بالموف برش، نيجي في الزاويه دي كده وادوس كليك واسحب بالموف برش كده، نعمل تعديل على الموديل بتاعنا بالشكل ده كده. ولو رحت هنا دوست على كريت ديفرنس مش، دوس كليك، هلاقي ان هو هنا فوق على اليمين في السب تول منيو هنا عمل لي حاجه اسمها مورف ديفرنس بي ام 3. فلو دوست عليها كليك هلاقي ان هو اخد الموديل او اخد البوينتس اللي حصل عليها تعديل بس وفصلها عن الموديل الاصلي واداها لي في صوره سب تول جديده، اقدر عن طريقها ان انا ابدا تعديل عليها واعمل اشكال اللي انا عايزها وابدا شغل يعني فيها. فهي الفكره في الكريت ديفرنس مش ان هو بيشوف البوينتس اللي حصل لها تعديل ويبدا ان هو يفصلها عن الموديل الاصلي ويديها لي في صوره سب تول جديده واقدر ان انا اشتغل عليها. تمام. طيب خلونا نرجع تاني لل الحاله بتاعتنا. اول حاجه هنا انا اقول له ديليت مورف تارجت ونعمل ستور مورف تارجت تاني ونروح على ديفورميشن من هنا وخلونا نعمل شكل الكوره ده تاني بالشكل ده. تمام. ونعمل سموث بالمنظر ده كده كذا مره بالشكل ده. بعدين نروح على المورف تارجت بانل هنا، نصغر السايز بتاع البرش عشان ما يضايقناش. وهنيجي بقى عندنا للمورف سلايدر ده والمورف ويدث والمورف هايت، مورف ديستانس والبروجكت مورف، ونعرف ايه الفرق ما بين كل دول. طيب المورف سلايدر اللي موجود في الاول ده بكل بساطه هيعمل زي بلند ما بين الحاله الاصليه والحاله المتعدله. ان احنا زي ما قلنا ان احنا عندنا من السويتش دي في عندنا الشكل الكيوب بتاعنا وفي عندنا شكل الكور. فالسويتش هو بيفليكر او بينقل الموديل ما بين الحاله الكرويه او الحاله اللي هي فيها شكل البوكس ده، يا اما الحاله دي يا اما الحاله دي، مفيش ان بتوين.
ولكن عن طريق المورف سلايدر اقدر ان انا اروح واجي ما بين الشكلين دول بسلايدر كده، او يجيب لي الديفرنس ما بينهم. بمعنى ان انا لو جيت على المورف ده ودوست كليك وسحبت كده، هيبدا ان هو يحول لي الكوره للشكل كيوب بتاعي، تمام، بالشكل ده. ولو سحبت في الاتجاه المعاكس، هيبدا ان هو الحاجات اللي هيعملها بوشنج لبره هيعملها بوشنج لجوه، فهيديني شكل مغاير ليها بالشكل ده كده. فاقدر ان انا ارجع لشكل كيوبس الحاله الاصليه، او اخلي الشكل مبالغ فيه بالمنظر ده كده، تمام. ده المورف سلايدر. برضه لو بصينا هنا هنلاقي في عندنا حاجه اسمها الاكس والواي والزد، تمام. اقدر ان انا اعمل مورف في الاكس او في الواي او في الزد، او في الاكس بس او في الواي بس او في الزد بس، او اعمل كومباينيشن ما بين الاكسيز. فاقدر ان انا بكل بساطه ادوس كليك على الاكس فاطفيه، ادوس كليك على الواي اطفيه، ونعمل مثلا مورف في الزد بس، فهيعمل لنا مورف للكيوب في الزد بس كده. او اقدر ان انا اخليها في الواي فيعمل مورف في الواي بالشكل ده، او اقدر ان انا اخليها في الاكس بس فيعمل مورف للاكس بالمنظر ده كده، تمام. وطبعا الموضوع ده في كل الحاجات دي، في كل السلايدرز دي، المورف والويدث والهايت والديستنس موجود فيهم الاكس واي والزد هنا يعني. فده كده ايه نبذه سريعه هم بيعملوا ايه يعني. بعد كده في عندنا حاجه اسمها المورف ويدث، وفي عندنا حاجه اسمها المورف هايت، تمام. طيب لو جينا على المورف ويدث بصينا كده هنلاقي ان مفيش اي حاجه بتتحرك تقريبا. لو عملنا كده تاني مش هنلاقي في اي حاجه بتتحرك، او يعني في كركبه حصلت هنا، تمام. طيب خلونا هاجي على الموديل بتاعنا ده وادوس دبليو وابدا ان انا اكبر الكوره دي شويه، تمام، وندوس كيو تاني. هاجي على المورف ويدث وادوس كليك واسحب كده، هلاقي ان هو بدا يبص على الكوره بتاعتنا دي في اتجاهين. ادي عندنا اكسس ده وعندنا اكسس بالشكل ده كده، خلاص. فهنقول ان الخط الافقي ده الويدث، والخط الرأسي ده الهايت، خلاص. فلو عندنا المورف ويدث انا زودت فيه القيمه، هيبدا ان هو يرجع الكوره بتاعتنا للحاله الاصليه اللي هي الكوره القديمه، ولكن في الاكسس ده بس، في الاتجاه ده بس، هيعمل لها شرينك في العرض ده بس. ولو استخدمت المورف هايت هيعمل لها شرينك في الطول، تمام. فلو جينا بصينا كده على المورف ويدث قبل ما اعمل المورف ويدث وبعد ما نعمله كده، لو عملنا تاني كده نفضل نعمل كده، نفضل نعمل، هيبدا ان هو يحاول يخلي الكوره يرجعها للحاله الاصليه، ولكن في العرض بس زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، تمام. طب لو جينا عملنا المورف هايت بصينا كده هلاقي ان هو بيحاول يرجع الهايت، بس هو المفروض يرجع الهايت يعني، بس ما يعني ممكن يكون في حاجه غلط في الاكسس او كده يعني، تمام، اوكي. فده الويدث وده الهايت بكل بساطه يعني. بس يعني بنسبه 99.9% على مدار استخدامي للزي برش عمري ما استخدمت المورف ويدث ولا مورف هايت ولا مورف ديستنس. استخدمت المورف، ومؤخرا بقيت استخدم البروجكت مورف، انما الثلاثه اللي في النص دول تقريبا ما استخدمتهمش خالص يعني، تمام. بعد كده في عندنا المورف ديستنس، بكل بساطه هو بيعمل زي سموذنج او بيعمل زي ايه بولشنج كده للمورف. لو جينا مثلا عملنا المورف ويدث او بالمورف هايت كده وجينا عملنا بالمورف ديستنس، هيبدا ان هو يحاول ان هو يبولش الدنيا شويه، يحاول ان هو ينظم البوينتس اللي هي متكركبه دي، يحاول ان هي يخليها ايه لطيفه شويه. بس يعني ايه مش الطف حاجه احنا نستخدمه يعني عامه يعني، الصراحه ما عمري ما استخدمته قبل كده، تمام. طيب بعد كده في عندنا البروجكت مورف. البروجكت مورف كل اللي هيعمله ان هو هيعمل بروجكشن او هيعمل سنابنج للبوينتس من الحاله اللي موجود عليها الكوره دي للحاله دي، كانه بالظبط هيعمل بروجكشن للكوره دي على الكيوب ده. فلو جينا هنا كده وجيت على البروجكت مورف وخليته 100% كده، هلاقي ان هو رجع الكوره لشكل كيوب، ولكن مش شكل الكيوب الشارب اللي هو ده كده، ولكن هو حاول ان هو يعمل بروجكشن للكوره على شكل الكيوب ده، تمام. طيب بنستخدم البروجكت مورف في ايه، او بنستخدم المورف عامه في ايه؟ دي حاله كده ايه جنرال شويه او عامه شويه عشان اشرح لكم بيها السلايدرز بيحصل فيها ايه عامه يعني. ولكن لو جينا بصينا على طلعنا فوق هنا كده ودوسنا كليك وجبنا مثلا سفير، تمام، وخلينا السفير ديت ميك بوليميش 3 دي. بعدين جينا على السفير دي عملنا اكتر من سب ديفيجن، كنترول دي كده مرتين، وهاجي ببرش وليكن مثلا الكلاي بيلد اب، وهاجي بالبرش كده نكبر السايز ونعمل كام ستروك عندنا بالشكل ده كده، خلاص. لو بصينا على الواير فريم فهنلاقي ان الواير فريم بتاعنا بالمنظر ده، اوكي. طيب لو جينا على المورف سلايدر وخليت المورف سلايدر ده 100% كده، هيبدا ان هو يرجع السفير بتاعتنا للحاله اللي قبل ما نعمل اي ستروكس بالشكل ده، تمام. هو رجعها عندنا بالمنظر ده كده، اوكي. ده كده ايه المورف سلايدر. طب لو بصينا على المورف تارجت هنلاقي ان هو بعد ما نخلي المورف تارجت ده 100%، هنلاقي ان هو من الوهله الاولى كده تحس ان هو رجع الحاجه لشكلها الاصلي، ولكن لو شفنا الواير فريم هنلاقي ان هو الواير فريم مكسر جدا، لان هو كل اللي هو عمله ان هو عمل بروجكشن للبوينتس على الحاله اللي هي قبل ما اعمل اي تعديل. فهو بيعمل بروجكشن للبوينتس، فيبدا ان هو ايه زي يطبع البوينتس كده على الكوره،
فطبعا في حاجات كتير جدا هتتكسر يعني. تمام. طيب ايه اللي انا ممكن استفيده بالمورف بروجكت مورف طالما هو بيبوظ لنا الدنيا كده؟ ايه اللي اقدر استفيده بيه؟ طيب لو رجعنا كده للسويتش وشلنا المورف تارجت، وحتى ممكن نرجع على الجيومتري ونقلل السب ديفيجن ونديليت السب ديفيجنز اصلا، وهاجي من السب تول دي هنعمل ابند بلان 3 دي او بلين 3 دي. خلاص، ونجيب البلين 3 دي نتاكد ان احنا واقفين في الفرونت هنا، ونبوش ديت لفوق هنا كده، نعمل لها روتيت 90 درجه بالشكل ده. تمام كده، ونجيبها هنا كده. اوكي. طيب في عندنا برش اسمها ترانسبوز ولكن كلوث، فهدوس بي على الكيبورد واكتب تي، ولو بصينا هتلاقي في عندنا حاجه اسمها ترانسبوز كلوث، هدوس عليها كليك. بعدين هنروح على داينامكس وهنشغل الكوليجن فوليوم علشان يبدا يحس بالكوره. بعد ما حولنا ترانسبوز لترانسبوز كلوث، فهاجي اموف كده البلان دي وادوس كليك واسحب بالشكل ده كده، هيبدا ان هو ايه يخليها كانها شكل قماش بالمنظر ده كده. تمام، جميل جدا. طيب اقدر دلوقتي بكل بساطه مثلا اقدر ان انا اجي على السب تول واقول له من هنا كده بروجكت، مش عايزين كلر، واقول له بروجكت اول خلاص بالشكل ده. او ممكن احنا نحرك القماشه دي عندنا بالشكل ده لتحت كده، فيبدا ان هو ايه يعمل لها بروجكشن بالشكل ده كده. خلاص، ولو زودنا الديستنس كده احنا ايه عملنا بروجكشن للبلين بتاعتنا على السفير بالشكل ده، بقت يعني متطابقه على الكوره بالمنظر ده كده. تمام. طيب ايه اللي ممكن نستفاد بيه بالبروجكت مورف؟ عايزين نعمل انيميشن بحيث ان احنا نسلايد البوينتس دي او نسلايد القماشه دي على الكوره، نعمل لها سلايد كده او نزحلقها على الكوره، ولكن تفضل محافظه على شكل الكوره بتاعتنا. فنعمل كده ازاي؟ في البدايه وانا واقف على البلين بتاعتنا دي هنروح على الستور مورف، هدوس كليك خلاص، وبعدين هاجي في عندنا برش اسمها نودج برش. خلاص، لو جينا بصينا دوسنا بي دوسنا ان، هنلاقي في عندنا حاجه هنا اسمها نودج برش، ادوس كليك. بعدين هاجي بالنودج برش دي وابدا ان انا خلونا كده ايزوليت، وابدا ان انا احرك البوينتس بتاعتي كده، احرك البوينتس بتاعتي كده. تمام، حركناها بالشكل ده كده 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 كده. تمام. ولكن لو بصينا من الزاويه دي هنلاحظ ان الاوتلاين بتاع الكوره ده اتغير شويه، تحسوا ان في بامب هنا في الحته اللي موجوده عندنا هنا كده، هتلاقوا فيه كان الدنيا ماشيه مظبوطه، ولكن في الحته دي بقى فيها بامب شويه بالشكل ده. ممكن نزوده اكتر، ممكن حتى نيجي بالموف برش العاديه مثلا نعمل موفينج للبوينتس بالشكل ده، ولكن هتحسوا ان ايه من الزاويه دي كده ان بقى فيه ايه بامب كده، والسيلويت بتاع السيرفيس ده اتغير. فاقدر اجي بعد ما اعمل التغييرات دي وهاجي هنا على البروجكت مورف ونخليها 100%، هنلاقي ان هو رجع لي الشكل بتاع السفير بدل ما كان بايظ كده، رجعه لي خلاه مظبوط. ولكن لو بصينا على الواير فريم هنلاقي ان الواير فريم بتاعنا متغير لان احنا غيرناه. تمام، احنا غيرنا الواير فريم بالموف برش وبالنودج برش، فاثر على الاوتلاين بتاعنا، بدل ما كان شكله كروي ومظبوط بقى مكسر بالمنظر ده كده. ولكن عن طريق البروجكت مورف قدرنا ان احنا نرجع السيلويت بتاعنا يبقى شكله ناعم، ولو جينا شلنا السولو هنلاقي ان الدنيا عندنا شكلها مظبوط. تمام، فده اللي البروجكت مورف بيعمل، وده المورف تارجت عامه جوه الزي برش. وطبعا نقدر نستخدم المورف تارجت مع اللايرز بحيث ان احنا نقدر نعمل الحاجات دي. يعني مثلا قبل ما نعمل الموفمنتس دي كلها ممكن نرجع كده كنترول زد كده، وهنروح على اللايرز واقول له نيو لاير خلاص. بعدين هاجي على الموف برش بتاعتي او بالنودج ايا كان، خلينا اول حاجه نيجي بالنودج، ابدا ان انا انودج كده او احرك كده البوينتس دي بالشكل ده مثلا كده بالمنظر ده كده، تحت لتحت كل الحاجات دي بالشكل ده. خلاص، بعد كده هقول له بروجكت مورف. تمام، فلو جينا بصينا على شكل الكوره قبل وبعد، ممكن مثلا نعمل بروجكت مورف تاني بالمنظر ده كده. تمام، ولو جينا بصينا على اللايرز، لو قفلنا الريكورد ده بعد كده بصينا على شكل البوينتس وهي بيحصل لها سلايدنج، انتوا شايفين كده. لو بصينا من السايد فيو ده كده وجينا عملنا سلايد البوينتس، تلاقي البوينتس حصل لها سلايدنج على السيرفيس بتاعنا. تمام، فده البروجكت مورف بنستخدمه فيه عامه يعني جوه ايه جوه الزي برش بالشكل ده كده. تمام، فاتمنى يبقى مفيد بالنسبه لكم. وبكده يبقى احنا شرحنا المورف تارجت في الفيديو ده، وحاولنا ان احنا نغطي كل الحاجات اللي ممكن نستخدمه فيه. ولو طلعتوا بمعلومه في الاخر ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس يستفيدوا بيه. ولو عندكم اي اقتراحات سيبوها لي تحت في الكومنتس. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.